النهارده هنكمل مسلسل الغموض والإثارة 1899 وهنعمل الحلقات الأخيرة. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. بنشوف مورا وهي شايفة نفسها بلبس مستشفى ومرمية على الشاطئ، بعدها بتلاقي نفسها محبوسة في أوضة ورابطين إيدها ورجليها وبيحقنها أبوها بحاجة في رقبتها، وبتصحى وبيقول لها دانيال إنها نامت وبتسأل عن الطفل، بيقول لها إنهم حبسوه وبتروح عشان تخرجه، لكن بيقول لها إن في حاجة غلط لأن بعد ما رموه بيظهر، وإنه عايز يعرف منها برضو اسمها كان موجود ليه الأول. بعد كده فرانز واللي معاه بيشوفوا إنهم هيفضلوا في مسارهم لأمريكا لأنهم لسه مسيطرين على أوضة التحكم، وبيقول له واحد من الرجالة إنهم لو وصلوا هيعدموهم لأنهم متمردين. وبعد كده بتقول توفي لكريستور إن أمهم مجنونة وإن اللي بتسمعه ده مش صوت الرب، وتفكروا إنهم هم وآدا كانوا هيسيبوهم ويمشوا بعد ما يوصلوا أمريكا، وبتاخد البندقية وبتقول له إنها هتعمل اللي كان مفروض تعمله من زمان. بعدها بيكون لوسيان وكليمنس قاعدين وعرفت منه كل حاجة، وبيقول لها إن هو بيحبها بس هي دايما بتفكره باللي ما بيقدرش ياخده. بعدها بتروح توفي للقبطان وبتقول له إنها هتساعدهم، وبتروح مورا تساعد الطفل وبيرفضوا وبيضربوا نار، وبينط دانيال يدافع عنها وبيقف الزمن، وبتفتح للطفل وبتقول له إنها عايزة تعرف كل حاجة، وبياخد إيدها وبيمشي وبيرجع الناس تتحرك تاني. بعدها بيسمعوا الإنذار وبيتخانق دانيال وإيك وبتوقفهم توفي وبتقول لإيك أنت القبطان نعمل إيه؟ قال لهم لازم نخفف استخدام الفحم قبل ما يخلص ونتوه. بعدها بيسمعوا دقات ساعة وبسببها بينام مغناطيسيا ناس كتير وبيبدأوا يتحركوا وبيطلعوا سطح السفينة وبيرموا نفسهم في المية. بعد كده بتحاول مورا تفهم من الطفل وبيقول لها إنهم بيسمعوا وإنه ما يقدرش يقول لها وممكن تسأل الرب. بيحاولوا يوقفوا الناس اللي بتنتحر لكن بيفشلوا. بعدها في أوضة مورا بينزل الطفل من الفتحة اللي تحت السرير وبيقول لها ما تخافش، وبتنزل وراه وبيكون في فتحة بتنقلهم لبعد زمني تاني، وبيدخل الأوضة دانيال وبينزل من الفتحة وبيفتح البوابة بالجهاز اللي معاه وبيروح للطفل وبيقول له الطفل إنها ما افتكرتش حاجة، وبيطلب منه دانيال يفضل هنا لحد لما يلاقي حل قبل ما السفينة تغرق، وبيوعده إن هو مش هيلاقيه. بعدها بيبدأوا يربطوا كل اللي على السفينة ببعض عشان ما ينتحروش، وبرضه بيجي لهم على التلغراف رسالة إنهم يغرقوا السفينة. بعدها بيكون دانيال بيعمل حاجة في صندوق الضغط عشان ما تتكررش كل حاجة، وبيجي عامل وبيضربه وبيفتكر إنه مستذئب بس بيقدر يخلص نفسه من دانيال. وبعد كده بنشوف مورا داخلة مستشفى نفسي وبتوصل لأوضة وبيتكرر معاها اللي حصل، وبيمسكها اتنين وبيقعدوا يربطوها وبيحقنها أبوها بحاجة، وبعد كده بتصحى. بعد كده بتروح لإيكو بتحكي له كل حاجة، وإن المثلث بيوقف الزمن والجواب اللي جالها من أخوها، وإن أبوهم هو اللي اشترى السفن وإن أكيد غير فيها حاجة. وبتلاقي على المكتب نفس الحشرة وبتاخدها وبتفتح الفتحة اللي تحت السرير وبينزلوا وبتقدر تفتح البوابة وبيدخلوا فيها وبيلاقوا نفسهم عند بيته، وبتقول له مورا إن في ممر مختلف عندها. ولما بيرجعوا الأوضة بيقول لها تفتكري أبوكي ورا كل ده؟ بس هي بتقول له إنها مش فاكرة هي مين وإنها كانت دكتورة، لكن أبوها بيحاول يقنعها إنها مريضة، وكل ما بتحاول تفتكر بيخليها تنسى، وبيقول لها إن اسمها ما كانش الحاجة الوحيدة الغريبة على القايمة لكن امضته هو كمان. بعد كده بينجح دانيال إنه يوقف الضغط وبيقف الصوت بتاع الساعة وبيفكوا نفسهم. بعد كده بيطلع مساعد القبطان على السفينة مع الباقيين وبيقول للكابتن إن جات نفس الرسالة غرقوا السفينة، وبيقول لهم دانيال إنهم يقصدونا. وبيدخل واحد المكتب على أبو مورا وبيقول له إن جات رسالة من السفينة كيربيروس، وإنه بيقول له يبلغه إن مفيش قدامه وقت طويل وإنه لازم يجيب له الطفل. بعد كده بنشوف توفي بتحلم إنها بتجري ورا آدا وبيطلع لها واحد ببندقية وبتصحى وبتصرخ وبتقول إن هي عايزة الطفل وإنه السبب، وبيقول لها دانيال إن المحرك اتعطل ومحتاجين يشغلوه عشان ينقذوا نفسهم، وبيوزع القبطان مهمات عليهم عشان ينقذوا نفسهم. بعدها بيبدأوا كل واحد يعمل مهمته، وبيروح إيك ومورا يدوروا على الطفل وبتقول له إنهم نزلوا من هنا، وبيقول لها إيك يمكن يكون حلم، فبتقول له مين فينا اللي بيحلم؟ وبيدخلوا البعد ده وبتقول له إن شبه المكان اللي اتربت فيه وإن المبنى اللي هناك ده بتاع أبوها، وبيروحوا يدوروا على الطفل فيه. بعد كده بتنزل المجموعة اللي هتشغل المحرك وبيقول لهم أوليك إنهم هيولعوا النار من الجهتين، وبيطلع يصلح الدراع اللي بينزل الفحم. وبينزل دانيال من الفتحة في أوضة مورا وبتكون مورا ودانيال في المستشفى وبتحكي له سبب بناء أبوها المستشفى دي. بعدها بيدخلوا الأوضة اللي كانت مربوطة فيها وبتقول له إنها مش فاكرة حاجة، وبيشوف شباك وبيروح يفتحه وبيلاقي جسم السفينة، وبتكون ويلسون وأم كريستور بيدوروا في أوضة على حد لسه عايش، وبيكون في جسم صغير غريب خارج من المراية وبتلمسه ويلسون وبيبدأ جسمها يسود. بعد كده بتبدأ تظهر أجسام كتيرة على السفينة بنفس الشكل وبحجم أكبر، وبيكون كليمنس وتوفي بيدوروا هما كمان، بس توفي بيتهيأ لها إن هي شايفة كريستور وبتجري وراه وبيدخل أوضة وبتدخل بس بتلاقي نفسها في بعد تاني، وبيكون واحد واقف وهيقتل كريستور وهي بتدافع عنه، بس فجأة بتلاقي نفسها في السفينة وكليمنس قدامها وبتحاول تخليها تهدى، وبيروح مساعد القبطان لنفس المكان اللي الطفل كان محبوس فيه وبيدخلوا. بعد كده بيكون مورا وإيك لسه في المستشفى وبيقول لها إنهم لازم يكملوا تدوير، وبتكون توفي تحت وبيتهيأ لها إنها شايفة كريستور بس ما بيكونش هو، وبتدخل البعد التاني وبتشوف الراجل واقف وعايز يقتل كريستور وبيكون أبوها وأمها
وامها واقفين، وبيقول له الراجل ان هو اخد شرف ابنه وهو هياخد منهم حاجه في المقابل، وبيغتصب توفي وبتحاول تهرب منه فبتقتله وبترجع للبعد الاساسي، وبتكون كليمنس بتطمن عليها وبينجحوا انهم يشغلوا المحرك وبتتحرك السفينه. وبيروح مساعد القبطان لابو مورا وبيقول له انه خالف البروتوكول، لكن هو بيقول له انه لازم يلاقي الطفل ويجيبوا له الهرم لانه محتاجه للمشروع. بعد كده بتكون مورا وايك مش لاقيين حاجه وبيظهر نفس الجسم الاسود، وقبل ما بتلمسه مورا بيظهر دانيال وبيقول لها ما تلمسهوش، وبياخدوا ايك عشان يعرف منه الحقيقه، لكن بيضربه وبيوديه البعد بتاع بيته وبيقول لمورا انها لازم تفتكر. بعدها بتاخد منه مورا الجهاز وبيحاول يفكرها بنفسه، وبيقول لها انهم اتجوزوا من 12 سنه، بس هي بتكون شاكه انه من طرف ابوها وبتحبسه في الاوضه وبتمشي، وبتخرج وبتصرخ لابوها وبتقول له انها عارفه انه شايفها، وبتقول لنفسها ان كل ده مش حقيقي. وفجاه بتحصل عاصفه وبيدخل اوضه التحكم ايك وبيلاقيها متدمره وبيقول ان استحاله ده يكون حقيقي. بعد كده بنشوف دانيال بيحلم بانهم كانوا مبسوطين سوا، وفجاه اختفت مورا وبيصحى وبيخبط على الباب عشان مورا تفتح له، وبيقول لها ان مفيش وقت كتير لحد ما يموت الكل تاني. بعد كده بتكون العاصفه شديده بره، وبتكون مورا خرجت من اوضتها، وبتبدا توفي وامها واللي معاهم يدوروا على القبطان عشان حد يوجه السفينه عشان العاصفه، وما بتروحش معاهم ويلسون وبتكون تعبانه وبتقول لهم يجيبوا لها مورا، وبيقدر يفتح دانيال مخرج لنفسه للسفينه، وبتدور مورا على القبطان وبتدخل اوضه التحكم، وبتكون ويلسون على الارض وبتروح لها وبتسالها عن ايه اللي في ايدها، بس ما بتكونش مورا عارفه وبتسيبها وبتروح تدور على القبطان، وبيكون مساعد القبطان بيدور على الطفل، وبتروح مورا البعد بتاع ايك وبتدور عليه في بيته بس مش بتلاقيه، وبتكون مراته هناك وبتخاف منها مورا وبتخرج بسرعه، وبيوصل دانيال لبعد مختلف وبيلاقي بير بيدخل فيه، وبتطلع مورا من البعد اللي فيه للسفينه، وبيوصل دانيال لبعد مختلف ومنه المكان تاني، وبيحاول اللي فضلوا على السفينه انهم ينقذوا نفسهم وانهم ما يخلوهاش تغرق، وبتدخل مورا اوضه دانيال وبتدخل البعد بتاعه وبيكون اوضتهم وبتشوف صورهم مع بعض ومعاهم الطفل اللي بيكون ابنهم. بعدها بيوصل دانيال للبعد بتاع مورا وبيروح يطمن على ابنهم وبيقول له انها لازم تفتكر مكان الرمز وتنهي الحلقه اللي احنا فيها. في الوقت ده بيكون قدر مساعد القبطان يحدد مكان الطفل وبيبعت احداثيات بمكانه. بعد كده بيروح دانيال اوضته وبيكتشف ان مورا دخلت البعد بتاعه وبيدخلها وبيقول لها ان اسمه اليوت وانه ابننا، لكن هي بتقول له انها ما بتخلفش، قال لها ان دي ذكرى مزيفه ومش حقيقيه، وبيحاول يفهمها ويخليها تفتكر. ولما بيبدا الصوت من جديد بيقول لها انهم لازم يخرجوا قبل ما يبدا من جديد، وبيروح مساعد القبطان عشان يجيب الطفل، وبيطلع من البعد للسفينه مورا ودانيال وبيقول لها ان في رمز هو اللي هيخلص المحاكاه اللي احنا فيها، وهي اللي خبته بس قررت تنسى مكانه، وبتفتكر القلاده اللي بعتها لها اخوها وبيكون جواها مفتاح، وبيوعدها دانيال انها تصحى المره دي. وبعدها بيروحوا للمكان اللي فيه الاغلاق وبيظبطوا الجهاز وبيدخلوا الرمز عشان يسجلوا اللي حصل كله ويوفروا وقتهم في المحاكاه اللي جايه، وبياخدها دانيال عشان يجيبوا اليوت، وبتضرب الميه السفينه وبتبدا تغرق وبيموت تقريبا كل اللي فيها. بعدها مساعد القبطان بيكون لقى الطفل وبياخده هو والهرم لابو مورا، وبيقول ابو مورا انهم كل مره بيموتوا بيكرروا نفس الغلط وبيكونوا برضه عاطفيين. بعد كده بيوصل دانيال ومورا الاوضه وبتكون الفتحه اتقفلت، وبيكلمها ابوها وبيقول لها ان كل اللي ماتوا هيشاركوا في المحاكاه اللي جايه، وان هي لو عايزه تحتفظ بابنها تديله المفتاح، وبيقول لها دانيال انه هيصلح اللي حصل ولكن هي لازم تثق فيه، وبيسيبها وبيمشي وبيفتح الهرم وبيكون في مكان للمفتاح، وبيقول ان مجرد المفتاح ما يجي كل ده هينتهي. بعد كده بتكون العاصفه هديت وبيطلع كل اللي عايشين على سطح السفينه، وبنشوف اليوت بيحلم انه بيتكلم مع امه وبيوريها الحشره بتاعته. بعد كده بيصحى وبيكون في مكتب ابو مورا وبيقول له ابوها انه واثق ان ابوه حكى له على كل حاجه، وبيقول له ان كل اللي ركبوا السفينه اختاروا ينسوا ماضيهم وان امه خدعتهم كلهم، وبيقول له تعالى وانا اوريك الحقيقه. بعدها بنشوف مورا وبيطلع ايك وبتقول لهم ان دانيال جوزها وان اليوت ابنها وان ابوها هو اللي اشترى السفن وانه بيحاول يخليهم ينسوا السبب، وبتسالهم هم فاكرين ركبوا السفينه ازاي، بس ما بيكونش حد فيهم فاكر، وبيكتشفوا ان كلهم جالهم الجواب، وبتقول لهم ان دانيال بيحاول يساعدنا ويخرجنا كلنا من هنا، وبيكون دانيال بيحاول مع صندوق الضغط. بعد كده بيكون ابو مورا بيقول لإليوت ان الدماغ دي معقده جدا وان مهما حاولنا ننسى بتفضل الذكريات موجوده، وبيقول له ان هو هيثبت له وبينقلهم لبعد تاني، وبيقول له ما تخافش لان ده مش حقيقي، وبتحاول مورا تفهمهم اللي بيحصل مش حقيقي وانه في دماغهم بس، لكن ما بيصدقوهاش وبيقرروا ينزلوا مركب نجاه ويهربوا بيها، لكن مش بيصدقها غير ايكو وبيفضل معاها. بعدها بيروحوا اوضه دانيال وبيدخلوا البعد بتاعه وبتحاول توصل لباباها وبتقدر انها تفتح باب وبتدخل منه هي وايك، وبيقدر دانيال يشغل جهاز الضغط وبيحاول الباقي انهم يخرجوا من السفينه لكن بيفشلوا، وبيرجع جيروم وكليمنس يدوروا على ايك. بعدها ابو مورا واليوت بيدخلوا الاوضه اللي كانت بتشوف مورا فيها نفسها وبيقعدوا على الكرسي وبيقول له ثق فيا وانه هيوري له الحقيقه، وبيحقنوا بعدها وبيشوف اليوت امه وابوه وامه بتحقنه وبتقول له ان دي الطريقه الوحيده عشان نكون مع بعض، وبيفوق اليوت وبيقوم من على الكرسي وبيقول لابو مورا انه شاف الحقيقه، وبيقول له انه هو
هو في المحاكاة دي عشان امه عايزاه يفضل حي، لكن إليوت بيقول له لا انت زرعت لي الفكرة دي. وبيعرفوا ابو مورا ان ابوه وامه ضحكوا عليه والطريقة الوحيدة للخروج هي المفتاح انه يتحط في الهرم. بعد كده بيقرر دانيال انه يدخل للجهاز الرئيسي عشان يغير بنية المحاكاة ويخرجهم من غير ما يسلم المفتاح. وبيطلب ابو مورا من مساعد القبطان ان يلاقي مورا ويجيب المفتاح. وبيكون ابو مورا بيتفرج على اللي بيحصل وما بيكونش فاهم دانيال بينشر الفيروس وبيحاول يخبي بيه ايه. وبيقول ابو مورا لإليوت ان ابوه بيدمر المحاكاة كلها عشان مورا، وان لو خيروه ما بينه وما بينها هيختارها. بعدها بيدخل دانيال نفس المكان اللي خرج منه ابنه، وبتوصل بعدها مورا وايك لبعدها وبتكون متأكدة ان في المبنى ده ابوها عمل حاجة لذاكرتها. وبيجي مساعد القبطان وبياخد منها المفتاح وبيموت ايك وبياخدها لابوها. وبيقول لها ان إليوت عارف اللي عملته فيه وبتسأله عن اخوها وبيقول لها ان ده اخر حد تقلق عليه. بعدها بيتنقلوا للأوضة اللي في المستشفى وبيكونوا رابطينها، وبيقول لها ابوها ان هي اللي خلقت المحاكاة دي على الكل هي ودانيال، وبيعرفها انه هيمشي من هنا دلوقتي وهي هتنسى من جديد. وبيحقنها وبيقول لها انها هتنسى وان هو هيكون حريص انها تفضل هنا دايما. بعدها بيتنقلوا لمكتبه هو وإليوت ومساعد القبطان وبيدخل المفتاح عشان يصحوا وما بيشتغلش. وبيكون دانيال غير الشفرة وبتتدمر المحاكاة. وبتفوق بعدها مورا وبتنزل للمكان اللي كان مستخبي فيه ابنها، وبيجي لها دانيال وبيقول لها ان هو بدل الشفرة وان دي اول محاكاة عملوها، وان الهرم اللي مع ابوها ما بقاش ليه اي لازمة ولا للمفتاح. وبيقول لها ان الهرم ده هو اللي هيخليها تصحى وان الدبلة اللي في ايدها دي هي الرمز. وبيعرفها ان اخوها بيتحكم في البرنامج كله وكلهم محبوسين هنا وانها لازم تفوق وتوقفه قبل ما يضيع كل حاجة. وبتحط الرمز وبتفوق وبتشوف كل اللي كانوا معاها وهم نايمين. بعدها بتشوف على الجهاز بيانات المحاكاة ورسالة بعدها من كيران وهو بيرحب بيها في الواقع. وبكده بيكون خلصنا مسلسل 1899. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا جداد.